صباح الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. عايزين المكرونة بالبشاميل تطلع بالطريقة دي. المكرونة من فوق وشها أصفر والبشاميل مظبوط معايا واللون فاتح بالطريقة الروعة دي. طب هنعمل ايه؟ أنا طبعا مرضتش أمشيكم على الخطوات لأن احنا عملناها قبل كده بكذا طريقة. عملناها بطريقة إن احنا ناخد كوباية من تصفية المكرونة، وعملناها بالطريقة العادية، وعملناها إن احنا هنحط جبنة موتزاريلا مع جبنة رومي وموتزاريلا لوحدها يعني عملنا بكذا طريقة. طيب احنا النهارده بنتكلم عن وش المكرونه بالبشاميل. نعمل ايه عشان تطلع معايا باللون الفاتح الذهبي الجميل ده، وتاخد يعني بعد حته منها تبقى باللون الغامق شويه ده. انا عايزه اللون يبقى اصفر كده، وعايزه المكرونه تطلع معايا بتمط، وعايزه طعم المكرونه روعه. هنعمل ايه؟ هنسمي الله كده ونصلي على من انار الكون نورا وايمانا، عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل ايه بقى؟ انا عصقت وعملت اللحمه بتاعتي وحطيت فيها نص معلقه زبده، وبعد ما عصقت وسلقت مكرونتي وعملت البشاميل اللي معايا كل ده. وهقول لكم على تركه البشاميل اللي هو بيكتل منكم وكل ده، بس انا هقول لكم دلوقتي عن طريقه الايه، الوش الروعه اللي معايا اللي عاجب الناس كتير كده. انا معايا كومنت من واحده على القناه عندي بتقول انا بعملها بس بحمر، بيطلع وش المكرونه البشاميل من فوق مس اسمر وداكن ومش اللون الفاتح ده. طيب انت تعملي ايه؟ انت عملت البشاميل وخلاص، بقى معاكي جامد. وقبل ما تحطي اللبن حط معلقه زبده. اسمعي مني، قبل ما تحطي اللبن حط معلقه زبده، هيدي اللون الاصفر للبشاميل نفسه. طب احنا حطينا معلقه زبده ونشفت معانا وبقت مية مية. نعمل ايه تاني؟ هنيجي بقى للحته اللي هي وش البشاميل اللي عجبكم قوي، انتوا معجبين به قوي ده. هنجيب البشاميل وهنحطه على الوش، وبعد ما نحطه قبل ما نحطه على الوش مباشر هنقلب في البشاميل شويه جبنه موتزاريلا، شويه من جبنه الموتزاريلا، وتكون جبنه نظيفه مصدر موثوق منه، او المنتج اللي احنا جايبينه جربناه قبل كده وبدي معانا المط. ونحط معاها برضو 3 4 معالق مبشورين جبنه رومي، وهنحط الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا في قلب البشاميل ونقلبهم كويس. وبعدين بعد ما نحطه على وش المكرونه بالطريقه اللي احنا هنسويها بيها، نعمل ايه تاني؟ نحط ونغطي ونساوي حلو خالص، ونجيب معلقتين زبده نسيحهم على النار وندهن بشويش وش البشاميل من فوق. هينفع ده؟ هينفع قوي قوي ويمشي معانا 10/10. هتجيبي الفرشه بتاعتك، مفيش فرشه هتجيبي بخاخة الزيت اللي انت بتحطها في الميكروويف او بترش بها في الفراير على الاكل وانت بتحمريه. هتقومي جايبه البخاخه وبخه، ما عنديش ده كله، بالمعلقه وترش كده وتساوي وتساوي بالمعلقه بالفرشه باي حاجه عندك، باي طريقه عندك، بالطريقه اللي تريحك. ترشيها تدهنيها كلها زبده صفرة، كلها بالزبده الصفرا. وبعد ما بتدهنيها بتسيبيها تدخلها الفرن على نار عالية من تحت دقيقة، وطلعها من فوق دقيقتين، دقيقة على نار واطية يعني توطي الشعلة من فوق، وتسيبها تاخد اللون الذهبي بالراحة بشويش. ومرة واحدة تقومي معلية النار، تقوم واخدة معاك اللون الذهبي اللي انت شايفاه. يعني الصينية بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم. اي خطوة من اللي انا قلتها تعمليها هتوصل للدرجة اللي انت شايفاها ده. وتحط معلقه زبده صفرا ضروري في اللحمه وهي بتتعصج، بتودي اللحمه في حته تانية خالص. سمنه بلدي مفيش مانع، بس اهم شيء انت عاوزه اللون الاصفر الجميل الذهبي ده. تعملي ايه؟ تعملي الخطوات اللي انا عملتها لك والتركات اللي انا قلت لك عليها، خطوه خطوه تمشوها مع بعض، وهتطلع معاكم النتيجه مفيش اروع من كده باذن الله. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله اي سؤال انا هعمل عليه فيديو. هرد طبعا في الكومنتات عادي، بس انا هعمل فيديو عشان ارد عملي على الناس اللي بتكلمني في الكومنتات وبتقول لي انا عاوزه كذا، انا اعملي كذا، الوش ده معمول ازاي؟ والله معمول زي ما انا بقول كده. ومفيش اي طبخه انا بعملها الا لما بكتب خطواتها صح. اصل انا مش هستفيد حاجه اما اكتب غلط والناس تمشي غلط. يجوز انت مثلا ما حطيتيش الزبده، يجوز عليت النار على الوش،
اعملي حسابك وش مكرونه، وش جلاش، وش صينيه لحمه ببطاطس، اي حاجه انت بتديها وش في النار، اديها نار واطيه الاول، خليها تاخد اللون الذهبي الحلو، وبعد كده علي النار براحتك، لكن ما تخشوش بالنار مره واحده، هتقوم حرقه ومحروقه الحاجه معاكي، وعاتيه اللون اللي ما هوش عاجبك اللي هو مسمر اللي انت بتقولي عليه. لازم تهدي النار في الاول لغايه ما تاخد اللون الذهبي، هتكون الحاجه سخنت معاكي، اول ما تعلي النار هتاخد معاكي وش بسرعه جدا، فمش هتلحق تشعوط معاكي ولا تتحروق. ده شكله، شكل المشاميل اللي معانا. اللهم صل على نافعنا، الدنيا بتشتي. ده وش يعني، ده شكله النهائي. باذن الله اي كومنت انا هرد عليها بفيديو باذن الله، مش هتاخر عن حضراتكم في اي شيء. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين تفهموا ايه بالظبط، وعايزين اعمل فيديو على ايه، او اتكلم على ايه، او اعلق على ايه. ان شاء الله باذن الله مش هتاخر عليكم. انا هوريكم الصينيه من جميع الزوايا اهي. والله انا بصور بتليفون بسيط جدا، يعني يمكن التصوير باين ان انا تليفوني عادي جدا. ده شكل الفيديو، يكون يا ريت يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.